لم يفلح الحماس المغربي في وقف الآلة الألمانية التي أيقظت جماهير ملعب مراكش من حلم جميل صنعه فريق الرجاء البيضاوي طوال النسخة العاشرة من بطولة العالم للأندية. سيطرة مطلقة على وسط الملعب وإيقاع سريع للفريق البافاري سرعان ما تجاوز الخطوط الدفاعية للنسور الخضر الذين لم ينفعهم هذه المرة اعتمادهم على الهجمات المرتدة. في الدقيقة السابعة جاءت أولى الأخبار السيئة عندما افتتح المدافع البرازيلي دانتي التهديف بتسديدة من مدى قريب هزت شباك خالد العسكري. هدف مهد الطريق لمزيد من الضغط على فريق الدار البيضاء الذي بدا تائها بين لمسات لاعب البايرن الذين لم يمهلوا الفرصة لرفاق محسن متولي لاسترداد الأنفاس. بعد تمريرة من النمساوي دافيد ألبا عاد البايرن للتسجيل في الشوط الأول عبر تسديدة قوية من اللاعب الإسباني تياغو الكانتارا. سيطرة ألمانية بدت أقل حدة في الشوط الثاني الذي شهد تبادل الهجمات بين الفريقين، لكن ذلك لم يغير نتيجة المباراة. أهنئ الرجاء على الأداء الجيد الذي قدمه في هذه البطولة وعلى قدرته على إسعاد بلد بأكمله. هذه تجربة جميلة. الحمد لله، يعني راضين على الأداء ديالنا، وفريق الرجاء البيضاوي اليوم خدا واحد التجربة كبيرة عاد تنفعنا إن شاء الله في قادم الدورات في البطولة في عصبة الأبطال إن شاء الله. انتهت مغامرة الرجاء في بطولة العالم للأندية دون الحصول على الكأس، لكن ذلك لا يلغي الإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الدار البيضاء الذي أعاد الثقة من جديد إلى كرة القدم المغربية. أيمن الزبير، الجزيرة، مراكش.